شعور النهاردة هو شعور مش متقدر كفاية ومش واخد حقه ولا حجمه الصح في حياتنا، وفيه شعور تاني بيسرق منه الضوء. شعور النهاردة هو شعور الرضا، والشعور اللي مزغللنا وسارق منه الضوء هو شعور السعادة. العالم كله بيبيع لنا فكرة ان الحل في السعادة. الحل ان انا هغير شكل جسمي وشكل وشي عشان اكون سعيد. الحل في الشنطة والساعة والسفرية والعربية عشان أكون سعيد. الحل إن أنا لما أكون متضايقة وعندي مشاكل هخرج واسهر واروح حفلات واشرب أي حاجة عشان أكون سعيد. مع إن السعادة هو شعور مؤقت عمره قصير له علاقة بالأحداث الخارجية. فالعالم كله بيبيع لنا الفكرة دي ومش واخدين بالنا إن الشعور اللي محتاج السعي والمجهود والطاقة دي كلها هو شعور تاني وهو الرضا. الرضا أحلى تعريف لقيتهوله في كتاب ريني براون Atlas of the Heart. بتقول إن الرضا هو the good mood of the soul، المزاج الحلو للروح. اللحظة اللي الشمس بتلمس فيها وشك وبتحس بيها، ولا بتبقى باصص على بحر وبتلاقي نفسك بتبتسم وبترضى. اللحظة اللي بتخلص صلاة حلوة، ولا بتشرب مية بعد الصيام وبتلاقي قلبك بيهدى وبيرضى. اللحظة اللي تبص فيها على عيالك من بعيد وتحمد ربنا قوي وترضى. اللحظة اللي بتشرب فيها بق الشاي بلبن أو القهوة وتحس بإحساس معين كده ما يعرفوش غير اللي جربه، وتبتسم وترضى وتنسى إن الدنيا فيها مشاكل أصلا. فالرضا ساعات والله الواحد بيعجز فعلا عن وصفه، ولكن هو كل ما له علاقة بالعالم الداخلي. فاللي محتاج مننا تركيز وسعي ومجهود هو الرضا. السعادة شعور مهم ومهم نسعى وراه، بس الفكرة هنا بنسعى وراه بنسبة قد إيه وبيجي على حساب إيه. طب الرضا رسالته ايه؟ الرضا رسالته قوية جدا 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 ومليانة رحمة. رسالته ان انت تركز في اللي في ايدك ويكبر في عينك، بدل ما انت بتفضل تهلك نفسك ساعات انك تسعى ورا اللي ناقص. هل دي دعوة لعدم الطموح ونقعد مكاننا ونرضى باللي في ايدينا وما نسعاش وما نكبرش؟ لا خالص. الفكرة تاني، انت بتسعى بنسبة قد ايه وعلى حساب ايه. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ علماء النفس قسموا المشاعر ل4 مناطق: ايجابي عالي، ايجابي هادي، سلبي عالي، سلبي هادي. ايجابي او سلبي ده نوع المشاعر، وعالي او هادي ده قوتها وشدتها. الايجابي العالي زي السعاده والفخر والحماس، السلبي العالي زي الغضب والغيره والتوتر، الايجابي الهادي زي الحزن والوحده والالم، السلبي الهادي اقصد. والايجابي الهادي هو الامان والسلام واليقين والرضا. اللي اتفاجئت بيه ان علم النفس بيقول ان اكتر منطقه الانسان محتاجها عشان يتزن نفسيا ومحتاج ان هو ياخد منها في حياته هي الايجابي الهادي. واتفاجئت اكتر لما حصل عندي ربط كده، وربطت ان ربنا بيكلمنا بالقرآن تقريبا دايما بالمشاعر الايجابية الهادية. قد ايه الكلام بيبقى بلغة الرضا مش بلغة الايجابيات العالية. فنعمل ايه؟ اول حاجة هنسأل نفسنا سؤال صادق: انا بسعى بنسبة كام في المية في حياتي ورا السعادة، وكام في المية في حياتي بسعى ورا الرضا؟ لو نسبة السعادة أعلى بكتير غالبا محتاجين النسبة تتظبط إن الرضا يكون 60-70 والسعادة 30-40. رقم 2، عشان أعمل إيه بقى لو النسبة مش مظبوطة وعايز أعلي السعي ورا الرضا؟ في أبحاث كتير جدا وعلماء النفس أثبتوا إن في علاقة قوية وطردية جدا بين الشكر والامتنان وبين إحساس الإنسان بالرضا. كل ما الإنسان بيشكر ويمتن وحاسس باللي حواليه، كل ما مستوى الرضا بيكون عالي في قلبه. فاحنا في شهر الشكر والامتنان كده هنتمرن كلنا سوا اشكر ربنا اكتر على ابسط الحاجات لاعلى الحاجات، اشكر نفسي واقدرها على الحاجات الحلوه الايجابيه اللي بتعملها، اشكرها مش اشكر فيها والفرق كبير. اعود نفسي اني الاحظ الناس بتعمل لي ايه والحركات واللفتات واشكر وامتن، واحط كراسه صغيره جنب سريري واكتب حاجه واحده بس قبل ما انام كنت ممتن ليها في يومي، حتى لو كانت بق الشاي بلبن.